تقريبا يعني أخذ أخوي الصغير وأخويا التاني متصفي عينيه بسبب مشكلة مش تبعنا خالص بين طرفين في عزبة النخل في تحديدا في شارع عبد الباقي حسين. الناس اللي هم كانوا بيتخانقوا أصلا موجودين في أماكنهم ومش مفيش بيننا وبين بتوع الخصوص أي مشكلة بين اسم الخصوص. لا أرجع تاني مع حضرتك معلش يعني يا أستاذة هدى، أخذ أخوكي وأخوك التاني مصاب، يعني أفهم دي الحتة دي بس يعني أفهمها. حضرتك احنا جالنا تليفون ان اخويا في مستشفى المطريه. جميل. ماشي؟ جميل. بالنهار. فروحنا مستشفى المطريه واحنا في مستشفى المطريه ومستشفى المطريه ما فيهاش امكانيات لقصه الرمد فبعتونا على مستشفى الدمرداش. فجينا ماشيين بتوع النقطه اللي هم في قلب مستشفى المطريه، الضابط اللي موجود هناك هو ضابط شرطه قال فين اخوه؟ فرد محمود اخويا وقال له انا. تمام. فطب بطاقتك، قالوا البطاقه في الاستعلامات ملا بياناته يعني عشان التاني استعلامات المستشفى. ملاها وفي ورق رسمي مع حضرتك هنا بتاع مستشفى المطريه. فجم اسم الخصوص. ماشي. اخدوا ايه؟ المفروض ان في بلاغ حضرتك اتبلغ، ما سالوش المجني عليه اللي متصفي عينيه واخدوا ايه؟ اخوه. يعني ماشي؟ اخذوا اخوه بناء على ايه يا استاذه هدى؟ يعني هل اخوه هو اللي كان عمل